احنا براء من ذاك المنهج أبدا الذي هم عليه، والذي يقرر بعض من مسائله وقواعده الشيخ. نحن براء من هذه المسائل، براء من مسألة أن توحيد الحاكمية هو جوهر التوحيد خلافا لما دعا إليه الأنبياء جميعا والأئمة الهداة في هذه الأمة، ونعلنها صراحة. كاين أمور ربما لم نتنبه لها، واحد قال هذه الأمور عليها ما انكرتهاش، باش ننكر؟ هذا الإنكار العلني لم يكن يقول به، ثم غير موقفه وأصبح يقول به، فأنكرنا وبينا خطأه وحذرنا من هذا الخطأ وسنحذر من هذا الخطأ، لن نسكت أبدا. هذه دعوة وهذه أمانة. في البداية أنا بعثوا لي كما تقولوا انتم، بعثوا لي ميساج قالوا لي الشيخ المشكل بينه وبين الشيخ عبد المجيد انت ما كاش أمور، الله يبارك ما كاش حاجة. واحد قال لهم الشيخ صار بقيت له خطوة واحدة ويفريها مع الشيخ. يعني احنا رانا نسعى لأن يرضى عنا الشيخ، هذه دعوتنا وهذه غايتنا. وأرسل أحد هؤلاء يظن أنه ناصح، قال له قل للشيخ يسكت. هذا هو العربون، نسكت والله ما نسكت، ونقول مثل ما قال أسلافنا اسكتوا اسكتوا على هذه الضلالات. احنا رانا نتهم أننا نطعن في الشيخ، لما لا تلتفتون وتحكمون بشيء من الإنصاف؟ ما تفطنتوش لطعونات الشيخ فينا التي بعضها مفاده خروج عن الملة، هذه ما تفطنتولهاش. لما الشيخ يقول أننا خالفنا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، احنا خالفنا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. وش يعتبر هذا؟ لما يتهمنا في نياتنا أن دعوتهم ما كانت لوجه الله، يا سبحان الله العظيم، والله الذي لا إله غيره، لأن هذا بهتان عظيم، وسنكون خصوما لأصحابه يوم القيامة بين يدي ربنا جل وعلا.